الكريب الكوري وصفة من الوصفات الجميلة جدا اللي هو مع كل قطمة هتبقوا مستمتعين جدا وانتوا بتاكلوها. بجد رهيب يا جماعة. معظمنا بنشوف الفيديوهات بتاعة الكوريين وهم بياكلوا الكريب ده وبنبقى عاوزين نجربه. هعمله معاكم النهاردة بطريقتين. الطريقة الأولى اللي هي الرول، والطريقة التانية اللي هي طبقات فوق بعض، وانتوا اعملوا الطريقة اللي تناسبكم. بس قبل ما نبتدي الفيديو، لو اول مرة تشوفوني انا غاية، ما تنسوش تشتركوا في القناة ولايك وشير لو عجبكم الفيديو. ويلا نسمي الله ونصلي على الرسول عليه افضل الصلاة والسلام، وتعالوا نشوف عملنا ايه. اول حاجة في بولة هحط 4 بيضات، بعد كده هحط نص معلقة فانيلا، رشة ملح صغيرة، وهحط 4 معالق سكر كبار، وبعد كده هقلبهم مع بعض. الكمية دي عملت لي كمية كبيرة من الكريب. طبعا ممكن تعملوا بس نص الكمية دي او تزودهم براحتكم اللي انتوا حابينه. بعد كده عندي كوبايتين دقيق منخولين وكوباية لبن، وهقلب كده مع بعض. بعد كده هحط كوباية لبن كمان. انا كوبايتين الدقيق خدوا مني كوبايتين ونص لبن. طبعا حجم البيض بيختلف وكمان نوع الدقيق بيختلف، فخلينا نبقى متفقين ان الحاجات دي بتفرق جدا. فانتوا هتشوفوا القوام وبعد كده هتظبطوه. حطيت اهي نص كوبايه كمان وهبتدي اقلبها كده. القوام معايا بقى مظبوط. بعد كده عندي 4 معالق زبده كبار، هحطهم كده وهقلب برضو. وممكن تستخدموا زيت عادي، بس الزبده بتدي طعم احلى شويه. وهحط لون وده اختياري، ده لون وبطعم المانجا. طبعا حابين تحطوا لون حطوا، مش حابين براحتكم. وهفضل اقلب كده، وبعد كده هصفيه عشان لو في اي حاجه. مصفى ضيقه كده وهصفيه. بعد كده شايفين هو معايا اهو حلو قوي كده، القوام بتاعه مظبوط جدا. بعد كده هغطيه واسيبه يرتاح 10 دقايق كده. عندي بقى طاسه على النار سخنه ومهديه النار، هدهنها دهنه زيت خفيفه كده بالفرشه او بمنديل. بعد كده هحط الكريب واحرك الطاسه بسرعه كده عشان الكريب بيتفرد فيها. وبعد كده اما ينشف من فوق ويعمل فقاقيع كده، بعد كده هبتدي اسلك الاطراف. هتلاقوا بيطلع معاكم بكل سهولة. هقلبه بقى على الناحية التانية ثانية واحدة وهتلاقوها اتعملت معاكم. هعمل معاكم كمان واحدة بنفس الشكل، وبرضو ما بين كل واحدة وواحدة بدهن الطاسة دهنة خفيفة خالص كده. شايفين الكريب حلو قوي. وهعمل كل الكمية بنفس الطريقة دي. شايفين ما شاء الله حلوة جدا، وعمل لي كمية كبيرة. وبغطوا الكريب بحاجة عشان ما ينشفش. هعمل بقى الكريمة. عندك كيسين كريم شانتيه، هحط عليهم مية ساقعة او لبن براحتكم. وبعد كده بالمضرب هضرب كده. وطبعا الباكت بيبقى مكتوب عليه هتحطوا عليه سوائل قد ايه، فانا بتبع الخطوات اللي عليه بالشكل ده لحد ما تبقى معايا تقيلة كده. عندي بقى مانجا، 3 مانجات كده هقشرهم. وبعد كده هقطعها بالشكل ده كده، وانا هعملها صوابع كده. عندي بقى الكريب، هحط اول واحدة كده والتانية احط عليها حتة كده يعني تبقى على الربع الاخراني كده. هحط 3 بنفس الشكل. وبعد كده هبتدي اوزع الكريمة في النص كده زي ما انتوا شايفين كده في النص، بس مش هاجي على الاطراف. وما تحطوش كمية كبيرة عشان لما تيجي تلفوه ما يطلعش منكم. بعد كده هحط المانجا هرصها كده. وبعد كده هبتدي الم الاطراف من الناحية دي كده، حطوها على الكريمة هتقوم لازقة فيها. والناحية التانية برضو كده. وبعد كده هلفه كده رول كده، وانا بلف صوابعي على الاطراف كده
عشان ما تتفتحش مني، وهلفه بالطريقة دي زي ما انتوا شايفين كده، ولو طلع منه كريمة او حاجة يبقوا شيلوها. هعمل معاكم كمان واحدة بنفس الشكل برضو، 3 كريبات فوق بعض كده، اللي هو الربع الاخير فوق بعضه كده، وبعد كده هحط برضو كريمة في النص، وهحط مانجا، وهبتدي الم الاطراف بالشكل ده كده، والطرف التاني برضو بالشكل ده كده، وبعد كده برضو هلفه بنفس الشكل اكنكم بتلفوا ساندوتش بالظبط بالشكل ده كده، وهيبقى بالشكل ده. هعمل بقى معاكم اللي هو الطبقات فوق بعض. هحط بقى اول واحدة كريب، وهبتدي احط كريمة كده ما بين كل طبقة وطبقة، هحط كريمة بالشكل ده، ولو حابين تحطوا قطع مانجا حطوا، وهبتدي اكمل كل الطبقات بالشكل ده كده. طبعا لو حابين تقللوا الطبقات او تكتروها براحتكم خالص. ما بين كل طبقة وطبقة هحط كريمة، وممكن تحطوا اي قطع فاكهة انتوا حابينها براحتكم. ودي كانت اخر طبقة، هحط عليها كريمة كده، وهحط على الجنوب كده كريمة، وطبعا ده اختياري براحتكم، لو حابين تحطوا، لو مش حابين سيبوها كده، اللي تحبوه اعملوه بالشكل ده كده. بعد كده هحط عليها من فوق قطع مانجا، انا بس هعمل فيها شكل كده بالشكل ده كده، وهحط ايس كريم فوق، ده ايس كريم مانجا، ورشة فستق كده على الوش. وحطيت بس ورق نعناع كده عشان الشكل، وبعد كده هقطعها بقى بسرعة عشان الايس كريم ما يسيحش. شايفين الطبقات؟ بجد تحفة، حلوة جدا، طعمها تحفة بجد، خطيرة. شايفين الطبقات عاملة ازاي؟ حلوة قوي قوي. شايفين؟ حلو جدا، والكريب حلو قوي. ده بقى الرول، شايفين من جوه؟ تحفة، طعمه حلو جدا. قطعوه بقى بالشكل اللي تحبوه، او كلوه برضو بالطريقة اللي انتوا حابينها براحتكم. شايفين عامل ازاي؟ بجد تحفة. اتمنى الوصفة تكون عجبتكم، وجربوها وقولوا لي ايه رأيكم فيها. اتمنى تشاركوا لي الفيديو مع اصحابكم عشان يوصل لاكبر عدد ممكن، واستنوني ان شاء الله في فيديو جديد. اشوفكم على خير.